انت مش عارف تعمل تشكيله. يعني بدايه من الاختيارات، يعني مثلا الاختيار انت واخد اسامه فيصل، ماشي ما عنديش مشكله. طب فين صلاح محسن مثلا اللي هو جايب جونين ولا جون في الدوري، وانت بتاخد الاختيارات على حسب التألق في الدوري، زي ما خدت طاهر محمد طاهر، وزي ما خدت زلاكا، وزي ما خدت الناس دي. واخد بالك؟ طب انت في عندك ناصر منسي، راجل مكسب فرقته نهائي السوبر الافريقي، وفي الماتش الاولاني ضد البنك الاهلي نزل جاب ضربة جزاء وجاب جون، والماتش التاني في ماتش سموحة جايب جون. الله. طب انت اختياراتك بناء على ايه يا كابتن حسام؟ مش على حساب الدوري؟ طب ما انت خدت طاهر، حاجه حلوه، خدت زلاكا، حاجه جميله، خدت محمد ربيعه، حاجه محترمه. واخد بالك؟ طب ما خدتش ليه ناصر منسي، وما خدتش ليه صلاح محسن اللي هم اعلى من اسامه فيصل؟ انا ما اعرفش انت عاجبك ايه في اسامه فيصل. احنا مش هنلعب مصارعه، احنا بنلعب كوره. انت اسامه فيصل بره ال 18، انما في ال 18 ملوش اي خطوره ولا تواجد ولا حساسيه ولا دماغ ولا رجل ولا رجل شمال ولا اي حاجه. يعني في ال 18 اللي انت عايزه، انت عايزه عشان يجري بقى يلعب مصارعه، يشيل ده ويحط ده ويشيل ده ويحط ده. طب ما انت عندك مصطفى محمد وجايبه محترف، طب جايبه ما كنت سبته؟ جبته ليه وبتلعبه على اخر 5 دقايق؟ وانا مستغرب بصراحه يعني. فانت بادئ التشكيل النهارده عك في عك، محدش يقول لي اللي لا لازم تعمل دوافع، اصل هو بيجدد، اصل بيلعب بتوع المنتخب اللي هو الاولمبي، مفيش الكلام ده. هو ما بيلعبش عمر كمال عشان ما بيحبوش وفي مشاكل، فبيلعب عليه احمد عيد اللي هو كان احتياطي في المصري. ففي ناس بتقول لك لا ما هو بيلعب دلوقتي وهو اكتشفه للمصري، لا. هو اللي بيلعب عليه كريم العراقي، بس عشان عنده اصابات في الحته بتاعه الاتنين مساكين، فدخل كريم العراقي جوه ولعبه. حتى لو هو بيقعد كريم دلوقتي اللي هو عشان انه بيلعب منتخب مصر، فعشان انه يتشاف، لان اصلا مش معقول منتخب مصر ياخده يلعب وهو في المصري ما يلعبش. اول حاجه الشناوي ما يبداش، ده الف في كوره. يعني انت رايح عشان لما انت لا قدر الله لو خسرت، يبقى ما حدش بيلوم عليك. انت بتجرب مصطفى شوبير او محمد عواد، واخد بقى، او المهدي سليمان اللي انت واخد 4 حراس مرمى. فانت لعب الشناوي ده انا ما اعرفش خوف بقى ولا جبن ولا ان انت عايز تخلع من المسؤوليه عشان لو خسرت طول ما الشناوي واقف الخبره. واخد بالك؟ الاتنين مساكين. محمد ربيعه هايل، ما عندناش مشكله فيه وحاجه تحسب لك، بس يا ترى لما محمد عبد المنعم هيجي هتلعبه ولا هتقعده؟ والونش لما يرجع، وعندك رامي ربيعه لما يرجع، ده سؤال ليك في الفتره اللي جايه يعني. تاني حاجه محمد حمدي مفيش الا هو. قلنا عمر كمال مكان الراجل، لا يا عم، الملعب ترتان والكلام ده، خلينا ان انت ممكن تدافع عشان تلعب احمد عيد عشان بتستغل الكرات الطويله بتاعه التماس بتاعته، ما عندناش مشكله. طب في نص الملعب بدات بمحمد شحاته وكوكا وقدام محمود صابر. طب انا رايح عايز امسك فرقتي كوره، يعني فرقه تبقى كويسه، ماشي، العب محمد شحاته وجنبيه محمود صابر وجنبيهم ناصر ماهر عشان يظبط لي الاداء، يظبط لي الشكل. يعني انت راجل مكسر الدنيا في نادي الزمالك وجايب جون اخر ماتش وعامل جون، واخد بال حضرتك، وتيجي تقعدوا الناس ما بتعرفش تلعب، ناس ما بتعرفش تباصي، وتقولوا لي اصل الملعب ده كل لعيبه مصر على فكره بتلعب في ملعب الترتان. يعني شوف كده الملاعب الخماسي كلها اللي في مصر، في اهلي وفي زمالك ما اعرفش فين، كلها ترتان. فالموضوع مش غريب عليهم. فانت ناصر ماهر مع مصطفى فتحي مع هنقول طاهر محمد طاهر اللي هو جاب لك جون النهارده. طب ابراهيم عادل لعب 90 دقيقه، انتاجه ايه؟ عمال يرقص يرقص يعني في الملعب مش هتساعده، واللعيبه بتضغط والكلام ده. انت لازم تعمل تغييرات من الشوط الثاني بقى، لازم. انت عملت التغييرات في الاخر عشان تحافظ على التعادل، مش عشان تحافظ على المكسب، تحافظ على التعادل. الشوط الاولاني كله مجمله الشوطه بتاعت محمود صابر اللي جت في القائم، وبعد كده الهدف بتاع طاهر محمد طاهر. طبعا بقى المطبلاتيه عمالين يقول المصري والصف الثاني والمنتخب الاولمبي، لا ده انت عنده 23 سنه يشيل فرقه. مفيش حاجه اسمها ناشئ وطالع من تحت والكلام الفاضي ده وبيدي فرصه. ما هو انت لما العشر لعيبه اللي انت عمال تقول لما كنا كسبانين ما سمعناش العشر لعيبه، لما اتعادلنا فانت عمال تقول العشر لعيبه وناقصين 10 لعيبه. الله يا عم، قدر اللعيبه دي بطلت،
هنفضل بقى نقول اللعيبه اللي بطلت مش لازم يبقى في روتيشن وفي بدايل وفي واحد واثنين وثلاثه؟ ده انت منتخب مصر. طب النادي بيبقى معذور عشان عنده 25 لعيب ولا 30 لعيب، انما منتخب مصر عندك القماشه كلها، دوري ممتاز، المحترفين، دوري ممتاز ب، دوري الدرجه الثالثه ولا الرابعه. يعني عندك المساحه ممكن تضم في اي وقت، وعندك ده غير المحترفين كمان، اي حد يحترف. وطبعا مش هنقول سام مرسي، هنقول لسه كل الكلام ده اما نخش في الجد يبقى يجيبه. ففي علامات استفهام، علامات استفهام كتيره. انت النهارده كنت مفروض تورينا النهارده ان في فعلا هيكل اساسي تاني غير الهيكل الاساسي الاولاني. يعني هتوقف مثلا شوبير او عواد، بعد كده تلعب ببيكهام اللي انت ما اعرفش انت واخده بتعمل بيه ايه، واخد بالك ان انت منزله في الاخر عشان يحافظ على التعادل. الفكر بقى بتاع المدربين بتوع زمان، واخد بالك. وتحط جنبه ربيعه، وتحط جنبه محمد حمدي واحمد عيد، ما عنديش مشكله. في نص الملعب تحط شحاته اللي هو اتصاب ربنا يشفيه، وبعد كده تحط محمود صابر وجنبه ناصر ماهر. اتنين، واحد بيشوط وبيدافع كويس، واحد بيدافع سيرف، واحد بيعرف صانع العاب، بيعرف يلعب لك الفرقه دي كلها. مصطفى فتحي لازم ابدا بيه ناحيه الشمال، ابراهيم عادل، واخد بالك. والشوط الثاني على طول كنت لازم تبدا بزلاكا، يعني لازم تنزل زلاكا يجري في الموضوع ده، في الهرس ده، في العشوائيات دي، كان ممكن عمل لك ضربه جزاء او جاب لك جون او عمل لك جون. انا عن نفسي اسامه فيصل انا بصراحه كتير عليه البنك الاهلي. انت بتاخده بقى عايز تجدد لنا تاني امال الكابتن جوري لما كان يضم لنا لعيبه ما كناش نعرف عنها حاجه. كان في ربيع السيد بيجيبه من المنيا، وكان في قاسة كريم بيجيبه من المريخ، وكان يسيب واحد زي محمد صلاح ابو جريشه اللي هو كان الفيرود اللي هو يعني ربنا خلقه عشان يبقى فيرود بجد. ما كنتش بتضمه عشان انا لاغراض انا عارفها مش هقولها، واخد بالك. فانت دلوقتي رايح تجي سايب صلاح محسن وسايب ناصر منسي اللي هم بيهدفوا وماشيين كويس. زمان انت جبت زلاكا وطاهر، لازم كنت جبت الاتنين دول عشان تعمل كوادر زي ما احنا بنقول. وبعدين انا شايف ان انت مش مقتنع بمصطفى محمد. انا عندي احساس كده يعني في الماتشات اللي فاتت يا بتطلعه يا اما ما بتبداش بيه. والنهارده خير مثال، الراجل جاي وقاعد على الدكه، انت ما بداتش بيه وبتنزله اخر 5 دقايق. فلو انت مش مقتنع بيه ما تجيبوش يا عم. ما تخافش من الجرايد وما تخافش من الاعلام، ما تخافش، قول انا مش مقتنع بيه، بس حط لنا حد تاني يعوض غياب مصطفى محمد، يهدف ناصر منسي او صلاح محسن اللي ينفع منهم. خلاص يركب وتقول انا مش عايز مصطفى محمد. طبعا الشوط الاولاني انتهى، كله عمال يقول لك الشوط الاولاني الشوط الاولاني. قلنا في كرة اللي هي في العارضه بتاعت محمود صابر، وبعد كده الهدف بتاع طاهر محمد طاهر. دي ابرز حاجات الشوط الاولاني. الملعب يعني الكرة كانت تسد النفس في الشوط الاولاني. وبعد كده اصابه محمد شحاته، وبعد كده هم ليهم ضربه جزاء الشوط الاولاني، عشان المذيع عمال يقول لك لا اتجاملوا فيها وما اعرف، لا هم ليهم ضربه جزاء بتاع الدونجا الشوط الاولاني. فالراجل عوض دي في دي، لان هم كلموه اكيد بين التايمين، وطبعا ما فيش فار، انما هي ضربه جزاء. فلما نزلوا هم احسن منك الشوط الثاني، والكابتن حسام واقف على الخط. انا بس فالشوط الثاني راح منك خالص واتسرق منك خالص، وانت واقف بس عمال تشاور على حاجات معينه. يا عم غير، جدد نشاط اللعيبه تاني، اعمل دوافع تاني في الفرقه في الملعب. انت ما نزلت مصطفى فتحي شد لك الفرقه وضيع واحده، ما بالك بقى ناصر ماهر بقى, مصطفى محمد بقى بعد كده زلاكا. كنت نشطت الحته دي، كنت نقلت الضغط اللي عليك لقدام. انما انت فرحان لي بالثلاثه اللي هم الفلات وبيجروا وخلاص، وهم التانيين ماسكين كوره والملعب مش مساعدهم، واخد بالك. فنحمد ربنا ان احنا ما اتخطفناش واتغلبنا يعني. بس احنا بنقول لك دي كانت فرصه عمرك يا كابتن حسام، انك تبدا بتشكيل قوي في دوافع، وما عندكش بقى لا صلاح عشان ما بتقدرش تسيطر على الفرقه، وصلاح موجود ولا تريزيجيه ولا مرموش ولا مصطفى محمد. فدي فرصه ان هم مش موجودين، فانت تسيطر بقى وتوري للناس ان انت عندك امكانيات، بس اللي مكتفينك هم الناس المحترفه. ودي كانت فرصه عمرك انا شايفها من وجهه نظري يعني. انما انت اول اختبار من غير صلاح ومرموش وتريزيجيه ومصطفى محمد انت فشلت فيه مع فرقه ضعيفه جدا على فكره. والشوط الاولاني ما جاتش. الشوط الاولاني الحسنه الوحيده اللي هي ضربه الجزاء اللي هي ما اتحسبتش، انما احنا ما شفناش الشناوي خالص. حتى الكره اللي هو بيقول لك طلعها دي كانت اتحسبت اوت قبل ما تيجي للشناوي.
يعني الشوط الاولاني كان ميح خالص من الفرقتين، ما فيش الا الشوطه والجون بتاعنا اللي احنا جبناه بتاع طاهر والشوطه اللي جت في القائم، وهم ضربه الجزاء بس، وهو ده مجمل المباراه الشوط الاولاني، واصابه طبعا محمد شحاته واخد بالك، وضربه الجزاء اللي هي ما اتحسبتش. الشوط الثاني لا، هم راحوا للجون، راحوا كذا انفراد وتطول والكلام دوت، والكره اللي الراجل قلشها في الاخر، وضربه الجزاء اللي اتحسبت. برضه ما فيش خطوره على الشناوي، يعني ما شفناش شط. الشوطه اللي اتشاطت حتى راحت بره القائم بحوالي 2 متر 3، فما فيش حاجه كانت فيها خطوره على الجون يعني. فانا من وجهه نظري ان انت النهارده فرطت في شخصيتك كمدير فني من غير صلاح والرجاله. كنت المفروض النهارده لو كسبت النهارده ولعبت التشكيل اللي احنا بنقول عليه او اللي هو المفروض، كنت كسبت 2 3، كنا نقول لا ده الراجل بقى فعلا، ده الناس دي هي اللي خانقاه والناس دي هي اللي مكتفاه والكلام ده. ولكن هم عندهم حق، يعني انت كده لازم تجيبهم